السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن رضا، مؤسس جروبات صناع العرب وصاحب قناة أيمن رضا للمشروعات. شارك في على اليوتيوب فيديو معمول لواحد بيطبع مج سلك سكرين، ولكن يدوي بطريقة معينة. طبعا الجماعة على اليوتيوب ما بيقولوش الأسرار بتاعت الحاجة اللي هم بيعملوها، هو وراك بيطبع ازاي، انما السر بتاع الحاجة نفسها ما قالش عليها. فالناس كتير سألتني وبعتت لي اليوتيوب دوت، وقالت لي ايه اللي بيطبع عليها دي ايه وازاي عملها كده. فالنهارده انا هوريكم دلوقتي اليوتيوب اللي هو الفيديو اللي الناس بعتته لي، وهشرح لكم ايه السر الحاجه اللي هو كان بيطبع عليها، ودي اساس الطباعه بالطريقه اللي هو طبعها، اساس السر بتاع الطباعه اللي هو طبعها. هشرحها لكم واقول لكم ايه هي، وتعالوا معايا اوريكم الفيديو بتاع الراجل اللي طبع المج سلك سكرين، وبعدين نبقى نتكلم واشرح لكم ايه الحاجه اللي هو ما قالهاش في اليوتيوب بتاعه. اتفضلوا معايا. Tengo una taza normal y ustedes pueden hacer en dos colores, como cuando se hace camisetas, utilizando un pad de impresión. Para eso vamos a realizar la impresión de un color rojo. Siempre se deja la tinta al vacío para que no se seque. Y un color negro para hacer una superposición exacta. Toman la taza, ejercen presión y tenemos un trabajo a dos colores con un terminado fantástico. A pedido de muchas personas, شفتوا ازاي هو طبع على حاجه زرقاء؟ السر كله في الحاجه الزرقاء اللي هو بيطبع عليها ديت. تعالوا بقى ايه نجرب احنا ونعمل الفيديو ده زي الفيديو اللي انتوا شفتوه. تعالوا نجرب احنا نعمله بنفسينا، شوف هنعمله عامل ازاي، وبعدين نشرح لكم الحاجات اللي طبع بيها. خلينا نعمل عينه تانية بالابيض ونوريكم. هي دي الحاجة الزرقاء اللي هو طبع عليها، واللي انا طبعت عليها زي ما انتم شفتوا. ده اسمه بلانكت خاص بطباعة الدراي اوفست، في نوعين من البلانكت، في البلانكت الازرق دوت، وفي البلانكت الابيض دوت. الفرق بينهم ان البلانكت الابيض دوت طبعا قبل ما اقول الفرق، البلانكت ده بيبقى فيه منه سكنس، يعني فيه منه سكنس عريض وسكنس قليل ارقام يعني. طبعا ده حسب المكنه، يعني انت بالنسبه لك لو هتطبع المجات مش مشكله السكنس ما يفرقش معاك. فالابيض
ميزته انه ليه غيره من تحت، ليه لزق من تحت، شايفين؟ الابيض ليه لزق من تحت، انما الازرق ملوش لزق. الازرق ملوش لزق، ولكن بيتباع لزق للوجهين دبل فيس، للوجهين دبل فيس زي دوت كده. دبل فيس يتلزق من هنا ويتلزق على الترابيزه او المكان اللي انت هتعمل عليه. ده برضو بيتباع الدبل فيس دوت، يتباع يتلزق من تحتيه كده ويتلزق على الترابيزه عشان يبقى ملزوق كويس. ففي نوعين، نوع اللي هو الازرق وده ارخص. الازرق ده ارخص من الابيض ومتوفر موجود في كل مكان. هو البلانكت ده بيبقى الطبقه بتاعته عامله زي كاوتشوك من بره، فليه طبقه كده ناعمه بينزل عليه الحبر، ينزل في نفس المكان ما يتحركش لا كده ولا كده. هو السر كله في طباعه على البلانكت ويتنقل على المج. فهو ده اللي كان بيطبع عليه البلانكت. في عندك نوعين، النوع الازرق والنوع الابيض، ده يمشي وده يمشي، بس ده اغلى شويه من دوت. وكده انا حبيت اوريكم الفرق بين الاثنين بلانكت، وانه السر كله في طباعه المج بالطريقه ديت هو البلانكت اللي انا وريته لكم. واهلا وسهلا بيكم، كان معاكم ايمن رضا، مؤسس جروبات صناع العرب وصاحب قناه ايمن رضا للمشروعات.